مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شو أهمية التفكير بوضع ميزانية للعائلة لحتى يكون في تنظيم للأمور المادية وما نوقع لا في ضائقة ممكن في برمضان ولا حتى في آخر الشهر؟ يعني أكيد هذه مسألة مهمة سماح، ولكن بداية نحن نتمنى إن شاء الله أنه هذا الشهر يكون شهر رحمة ومغفرة، وأيضا نملأه بالعبادات أكثر من أي شيء ثاني. وأيضا نتمنى أنه يمر الهم والحزن اللي عم بيمروا فيه أهلنا في غزة، حتى يا أنهم رب. يقدروا إن شاء الله كمان يمارسوا الطقوس الدينية في هذا الشهر الكريم. أكيد طبعا مسألة إنه نرصد ميزانية مهمة إلى شهر رمضان مسألة كتير بتهم الجميع، وأيضا تتزامن مع ارتفاع الأسعار والتغيرات اللي حاليا عم بنمر فيها من تقلبات اقتصادية وسياسية. وأيضا هذا بزيد شوية نوع من الصعوبات على الناس في إدارة الشؤون المالية. طبعا أكيد بنعرف شهر رمضان كمان مليان العزائم والولائم ما بين الأقارب وغيرهم، فبالتالي يحتاج أكيد إلى رصد ميزانية. نحن يعني بهذا الشهر الكريم دائما بندعو الجميع انه هذا الشهر اكثر نحاول نضبط انفسنا، بما انه نحن بنكون صائمين اثناء النهار، ونحاول انه نركز على الاشياء اللي بيحتاجها جسم الصائم ما بعد الافطار اكثر من الاشياء الاخرى اللي ممكن الواحد يستنزف منها عليها فلوس من دون ما تعود على فائدة عليه بهذا الشهر الكريم. فهو شهر كثير مهم انه نتعلم منه كيف نضبط سلوكياتنا الغذائية، وأيضا بما يتوافق مع القدرة المالية عندنا، مع صراحة بعض ارتفاع الأسعار في الأسواق بسبب عوامل كتير مهم. مختلفة ممكن نحكي فيها. بس انه هلا مثلا في ارتفاع في بعض الاسعار، انا كمواطن، كرب عائله، كسيده بدها تجهز لرمضان، كيف لازم اتصرف مع ارتفاع الاسعار اللي بنشهده على بعض السلع؟ يعني اكيد الارتفاع صراحه الاسعار اللي عم بنمر فيه بالاسواق كثير شويه عم بياثر على الناس سلبيا، وخصوصا كمان مع تدني النسبه اللي عم يتقاضوها من الاجور من وظائفهم. لذلك ممكن انه نركز شوي في هذا الشهر الكريم على انه نشتري الاشياء اللي عمرها كمنتجات طويل عندنا في المنازل، وايضا تحمل قيمه غذائيه للجسم بشكل كثير عالي، اكثر من انه نروح اتجاه الاشياء الكماليه، خلينا نقول اللي دائما تكلفتها عاليه، وايضا كمان ما بتعطينا القيمه الغذائيه المهمه، وخصوصا انه نحن عم نحكي عن صيام 18 ساعه او ربما اكثر خلال النهار لمده 30 يوم. لذلك هاي المساله رح تساعدنا شوي نوفر جزء من الميزانيه اللي عم نصرفها شهريا او خلينا نقول سنويا عبر شهر رمضان، وايضا كمان انه نركز على الاشياء الاساسيه الاخرى قدر ما نتمكن، لانه صراحه كمان بسبب كثير ظروف مختلفه عندنا شوي شح في الموارد المتاحه بالاسواق، وهذا مم. اللي عم بيخلي الان شوي ارتفاع الاسعار يكون بشكل كثير ملحوظ، وصعب على المستهلك انه يقتني هذه المنتجات بشكل مستمر سواء اسبوعيا او شهريا. اه، فيك ايضا استفسار من الناس، انا اجهز يوم بيوم لرمضان، اعرف شو احتياجاتي، اطلع مثلا كرب عائله او سيده ربة الاسره ممكن تطلع الصبح وتشتري الاغراض، ولا اجهز من هلا؟ شو الافضل والاسلم ماديا بالنسبه للعائله الفلسطينيه؟ نعم، ماديا يفضل انه الصراحه التحضير لرمضان قبل ما ندخل رمضان، ولا يفضل انه التحضير يوميا. عمليا يعني اذا بدنا شوي نحكي بالمنطق، رمضان يعني فينا نتعامل معه زي اي شهر تاني فيما يخص الطعام وشراء المستلزمات من امم. السوق. عمليا احنا بس الفرق ما بين الاشهر الاخرى وشهر رمضان انه في عنا انقطاع عن الطعام لمده 18 ساعه، ولكن الطعام واصنافه اللي راح يتم تناوله عبر ال 30 يوم هي نفس الاشياء اللي بناكلها خارج رمضان. فلذلك ما في داعي اني انا اربك نفسي واحط ميزانيه مضاعفه في هذا الشهر الكريم، بحيث انه لما انا اروح على السوق اجيب الاشياء اللي بحاجه ان احضر فيها المائده للافطار، بسبب هذا الصيام خلال النهار ربما انا احس بشعور بالرغبه لكثير من الاشياء اللي حابب اعملها على المائده، وبالتالي انا راح اصرف بهي الطريقه كثير صراحه من التكلفة المالية على مدار ال 30 يوم. مهم. ولكن أنا خليني لو جبت الأشياء الأساسية فأنا عمليا قادر أحضر المائدة يوميا من دون ما أحتاج إني يومين إني أروح على السوق وأشتري، وبالتالي إني أكون كمستهلك عرضة لكثير من المنتجات المعروضة أمامي في ظرف أنا أو في ظل صيامي أحتاج إني أشتري أكثر
دون الحاجة الزائدة هذه عن اللي أنا ممكن أحتاجها على المائدة. اها، انا كمستهلك ايضا بدي انزل لشراء الاغراض، ومثل ما تفضلت الافضل انها تكون في هذا الوقت يعني قبل رمضان. نعم. الف واسال في اكثر من مكان، كيف اتصرف وانا في السوق نفسه؟ يعني بلا شك دائما إذا كان في مع المستهلك سعة من الوقت ولا يوجد هناك أي حاجة طارئة إنه يشتري من مكان واحد في ذات اليوم، أكيد بإمكانه إنه يتجول بكل أريحية ويشوف وين الأسعار المناسبة. ولكن أنا بفضل دائما إنه ياخذ هذه الخيارات بعين الاعتبار وما يترك نفسه لآخر فترة، لأنه في آخر فترة ما راح يكون في معه وقت ويشوف وين مم. السعر المناسب، وبالتالي راح يكون عرضة للأسعار العالية جدا، وراح يتعرض لإرهاق مادي بسبب الأشياء اللي راح يضطر يشتريها بالسعر المتاح أمامه. مهم. مهم. هلا في ناس كمان انه ما بتعمل ميزانيه ولا بتحدد. اي شخص ممكن داخل هذا البيت منتج بيجيب معاه شغله في رمضان، ممكن الاشياء حتى تتراكم تكون من نفس الصنف. قديش لازم يكون في تعاون اسري وتحديد ل انه كل شخص شو ممكن انه يجيب، خوفا من تكدس مثلا امور احنا بغنى عنها. يعني بلا شك إذا كان في عندنا أعضاء عديدين بالأسرة منتجين، فيفضل المساهمة والتكافل، وخصوصا أنه هذا شهر تراحم في الحقيقة وتكافل بين أعضاء الأسرة وأيضا الأقارب الآخرين. فبالتالي أكيد إذا كانت المساهمة من كلا أفراد أو من جميع أفراد العائلة في تغطية حاجات العائلة على مدار هذا الشهر الكريم، فهذا سيكون صورة كثير جميلة للتراحم، وأيضا نوع من العبادات في التخفيف على بعضنا في داخل الأسر وأيضا من الأقارب الآخرين، وخصوصا في الأيام اللي راح يكون فيها ولائم وأيضا أعداد كبيرة من الضيوف في منازلنا لتناول الإفطار معنا في هذا الشهر الكريم. مهم. مهم. كمان نصائح بتوجهها لكل الناس اللي بيسمعونا اليوم لحتى نبتعد عن الضائقة المالية خلال الشهر الفضيل، وما ينكد علينا موضوع المادة وإحنا بنمارس عباداتنا خلال شهر رمضان؟ نعم، يعني بلا شك هناك من النصائح اللي جدا جيدة ممكن الجميع انه يمارسها. هنالك مثلا انواع من الاطعمة وخصوصا الخضار اللي نحن بحاجتها بشكل اسبوعي او ربما يومي، وبسبب انه عمرها قصير ممكن انا احاول اذا قدرت اني مثلا اجيب بعض هاي النباتات وازرعها في بيتي، اخفف حالي من التكلفة اللي ممكن اشتريها يوميا من الاسواق. وخصوصا انه زي ما حكينا هنالك عوامل كثيرة عم بتأثر على التوريد البضع او السلع الاساسيه للاسواق، وبالتالي مش عم بنلاقيها كل يوم، وان لقيناها بتكون بكميات قليله واسعار جدا عاليه. صحيح. فبالتالي اذا انا حاب اوفر ممكن اني احاول في هذا الشهر الكريم وخصوصا في ظل النهار انه انا عندي صيام بقدر امارس عباداتي، وايضا اني اهتم بصحتي باني ازرع بعض الاشياء في منزلي، وتعد ايضا الزراعه نوع من انواع العباده والاهتمام بهذا الصنف من الممارسات. فلذلك انا بخفف حالي من الميزانيه اللي ممكن اصرفها بشهر رمضان. ايضا زي ما حكينا اني اشتري الاشياء الاساسيه اللي عمرها ممكن يدوم عندي طويل وما تخرب بسرعه، هذا بيساعدني اني انا استخدم هاي الموارد في اكثر من مره، وبالتالي بغطي احتياجي على مدار الشهر الكريم دون ما احاول اني اتخطى هاي الميزانيه وبالتالي اتعرض لمشاكل ماديه. وخصوصا يا سماح انه نحن بنيجي بعد رمضان كمان على مناسبه ساره، وبالتالي كمان بتحتاج مصاريف منا العيد وما بعد العيد والى اخره. صح، وما نرهق نفسنا. يعني في بعض العائلات اللي مع اقتراب رمضان بيرهقوا نفسهم ماديا بأشياء كثيرة، يعني لو فكروا فيها ممكن انه يكون في استغناء عنها، بس انه بدهم يفرحوا الاولاد، وبدهم انه كل شخص ممكن انه يكون له طبق على السفرة. قديش لازم يكون في يعني شعور بالآخرين، واحنا كمان في ظرف لازم نشعر فيه بأهلنا، ولازم انه ما يكون تفكيرنا محدد بانه اصناف طعام كثيرة على سفرة رمضان. يعني بلا شك إذا إحنا تعلمنا وأيضا كمان دائما فهمنا الخلاصة من هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، هو مش إنه نحط على المائدة أصناف عديدة من الطعام، أكثر ما إنه نحن في ظل فترة الصيام في النهار إنه نحس بغيرنا اللي ما عنده إمكانية الوصول لهذا الطعام. وبالتالي أيضا لما أنا أحط الطعام المناسب تمام بما يعني يفي بحاجتي كإنسان ما بعد هذا الصيام، هذا الشيء بيخليني اتحكم اكثر بميزانيتي وما اتفاداها. ولكن نحن بلا شك هذا الموضوع متغير سماح من شخص لاخر مهم. حسب كيف الانسان رغباته وايضا شهيته للطعام اثناء الصيام. فبالتالي في ناس خلال النهار ما بيقدر يتحكم او يدرب نفسه روحيا
في هذا الشهر الكريم على كيف اني انا ممكن اتاثر او افكر بالطعام على مدار النهار. انا في هذا الشهر الكريم لازم يكون الفكر ذهنيا وبالجوارح ايضا للجسد هو روحانيا لله اكثر من انه مم. يكون التفكير بالطعام. ولكن هذا الموضوع متغير من شخص لاخر، ولكن احنا بننصح الجميع دائما انه نتذكر هذا شهر واحد بالسنه، نحاول انه ندرب انفسنا على كيف نتحكم بسلوكياتنا الغذائيه، كيف نركز ايضا على المسائل الروحانيه والتعبديه تجاه ربنا وتعالى في هذا الشهر الكريم، ان كان من صلاه وصيام بكل ومن تأكيد. قراءه القران وغيره من العبادات. بدي أتشكرك جزيل الشكر لحضرتك لكل هاي النصائح والمعلومات. الأستاذ صالح اليماني، مستشار اقتصادي لخطط المشاريع الاستثمارية، شكرا جزيلا لحضرتك.